في زمان مش بعيد كان في نهر عظيم اسمه النيل، بيجري من قلب أفريقيا ويمد مصر بالحياة. وفي بلد بعيدة اسمها إثيوبيا بدأوا يبنوا سد ضخم اسمه سد النهضة. كانوا بيقولوا إحنا عايزين كهرباء وتنمية، لكن ورا الستار في ناس كانت بتحلم تتحكم في المية اللي رايحة لمصر. وفي اللحظة دي بطل القصة ظهر، الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقف قدام شعبه وقال بصوت قوي: مية مصر خط أحمر، واللي عايز يجرب يجرب. الأخبار بدأت تطلع. دكتور عباس شرائي كشف أسرار، التوربينات مش شغالة زي ما بيقولوا، وإثيوبيا قافلة البوابات عشان محدش يعرف. حتى الرئيس الأمريكي السابق ترامب قال أمريكا مولت السد، لكن كان تصرف غبي، كأنها لعبة كبيرة فيها سياسات ومؤامرات هدفها تضغط على مصر. لكن البطل كان عنده خطة. مصر وسعت مفيد توشكا، أنشأت أكبر نهر صناعي وطورت القناطر عشان تستوعب أي مية زيادة. وفي يوم الأمطار نزلت بغزارة على الهضبة الإثيوبية، والمية جرت في مجراها الطبيعي ووصلت مصر بزيادة.